اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا مساء الفل والورد والياسمين على أحلى إخوات في الدنيا. النهاردة إن شاء الله هنعمل صينية سمك بخلطة جبارة. أحلى صينية سمك إن شاء الله هتجربوها في حياتكم. هنعملها بطريقة حلوة قوي وكفاية ريحتها اللي هتجيب لآخر الشارع. أكلة خفيفة وصحية ومن غير دهون. بس بالله عليكم ما تنسوش تحطوا اللايك وتابعوا معايا الفيديو فضلا وليس امرا. ومعايا هنا سمك متنضف كويس جدا وشلت الخياشيم بتاعته وهعمل له فتحات بالشكل ده. وتعالوا نحضر احلى تتبيلة ممكن تعمليها للسمك. في الكبة هضيف توم وفلفل احمر واخضر وحبة طماطم صغيرة هتدي طعم حلو قوي للدقة، وشوية كزبرة خضرا وشبت هيدوا برضو تست حلوة قوي للسمك. وهضيف البهارات عبارة عن معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، الكمون، البابريكا، نص معلقة صغيرة من الكاري، الجنزبيل، ومعلقة كبيرة ملح، وهفرمهم مع بعض كويس جدا. وهفضي الخلطة الحلوة ديت في طبق وهضيف عليها عصير ليمونتين كبار ومعلقة كبيرة خل، وهقلب كل ده مع بعض. وبكده الدقة بتكون معايا جاهزة. وهاخد منها معلقتين كبار في طبق على جنب علشان هستخدمها بعدين. وهحشي السمك بالدقة الحلوة ديت من جوه ومن بره وفي الفتحات اللي عملتها له علشان لحمها يبقى متطعم. وهسيبه شوية على جنب علشان يشرب من التتبيلة ويبقى طعمه أحلى. وفي طبق هضيف فيه شرايح بصل وشوية كزبرة خضرا مفرومين وطماطم متقطعة مكعبات صغيرة وجزرة مبشورة ونص فلفلة خضرا وحمرا ومعلقة صغيرة توم مفروم. طبعا الكمية على حسب كمية السمك اللي انت هتعمليه وعلى حسب حجم الصينية. هضيف كمان معلقتين التتبيلة اللي كنت خدتهم من تتبيلة السمك ومعلقة صغيرة كزبرة ناشفة، كمون، ونص معلقة صغيرة من البابريكا والجنزبيل ورشة ملح. وهقلب كل الكلام الحلو ده مع بعض كويس جدا. هخلي العصارة بتاعت الخضار كلها تنزل. هضيف 3/4 الكمية في الصينية وهوزعها كويس. وباقي الخلطة هحشي بيها بطن السمك وهرصه في الصينية على طبقة الخضار. روعة ما شاء الله. ومحضرة معايا معلقة كبيرة صلصة طماطم هضيف عليها شوية زيت ورشة ملح وهقلبهم مع بعض وهدهن وش السمك. الخطوة دي هتساعد ان السمك ياخد لون حلو. وهدخل الصينية فرن ساخن مسبقا لحد لما السمك يستوي ويحمر. يا ريت اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش يحط اللايك ويكتب تعليق حلو علشان يرفعوا معايا الفيديو فضلا وليس امرا، لاني بتعب في الفيديوهات جدا ومبلاقيش مشاهدات خالص. دلوقتي هحمر بتنجان في الفرن. معايا هنا حبتين بتنجان غسلتهم وقشرت جزء من القشرة وقطعته شرايح وهضيف عليه شوية زيت زيتون وهرصه في صينية الفرن وهيدخل فرن ساخن مسبقا لحد لما يحمر.
وده شكل البتنجان بعد ما خرج من الفرن. شايفين جميل قد ايه؟ هتبله برشة ملح وكمون وكزبرة ناشفة وبابريكا. بيكون حلو جدا وكمان صحي عن البتنجان المقلي. جربوه بالطريقة دي وهتعتمدوه على طول ان شاء الله. وهعمل كمان رز ابيض جنب السمك في حلة على النار. هضيف فيها شوية زيت وهشوح كوباية رز مغسول ومنقوع لمدة ربع ساعة. هشوحه كويس في المادة الدهنية مع معلقة صغيرة ملح، وهضيف المية المغلية وعيار المية يدوبك يغطي سطح الرز بعقلة صباع، وهسيبه على نار عالية لحد لما يشرب المية، وبعدين ههدي النار وهسيبه يستوي براحته على نار هادية. وقطعت هنا خضار عبارة عن طماطم، بصل أخضر وفلفل وخيار. هتبله بشوية ملح وكمون وكزبرة ناشفة وعصير ليمون وشوية زيت زيتون. هقلبهم مع بعض وبكده عملت أحلى طبق سلطة. ودي شكل صينية السمك بعد ما خرجت من الفرن. هزينها بشوية كزبرة خضراء وشرايح ليمون. والله الله على الجمال، السمك روعة ما شاء الله، وكمان معمول بطريقة حلوة وصحية. وهقدم معاه الرز والسلطة والبتنجان وبألف هنا وشفا. أحلى طريقة سمك ممكن تجربوها وهتدعولي. وبكده يكون الفيديو انتهى. بتمنى يكون عجبكم ونال رضاكم، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.